يا صباح الورد والفل والياسمين إلى عزيزتي المرأة المصرية. طبق اليوم النهاردة معانا هو أشهر أكلة شعبية مصرية رغم إن أصولها مش مصرية. تعالوا أقول لكم أصل حكاية الكشري. أكتر الأكلات الشعبية المصرية اللي أي حد لما بيجي مصر بيقرر إنه يجربها ومعشوقة الجماهير لدى المصريين هي أكلة الكشري المصري. بس إحنا عرفنا الكشري المصري بعد الحرب العالمية الأولى سنة 1914 وما كانش بالشكل اللي إحنا عليه دلوقتي. حصل تطور كبير في الكشري المصري. تعالوا بقى أقول لكم الحكاية بدأت منين وإيه التطورات اللي إحنا عملناها عليه. أكلة الكشري هي الهند وهم بيطبخوا الرز والعدس مع بعضهم وبيتسمى كوتشري. ولما جم الجنود الهنود مع الجنود البريطانيين على مصر بعد الحرب العالمية الأولى سنة 1914 لفرض الحماية البريطانية على مصر، ابتدت الجنود الهنود تتواصل مع المصريين وبحكم العشرة مع المصريين فابتدوا يعلموهم الرز والعدس مع بعض، وساعتها كانوا بيتسمى كشري أصفر. المصريين حبوا الرز والعدس على بعضهم وابتدى ينتشر في مصر كله الأكلة دي. ابتدت توصل أكلة الكوتشري أو الكشري إلى بعض الجاليات الإيطالية اللي كانت موجودة في الفترة دي في مصر، فابتدوا يحطوا التاتش بتاعهم. الإيطاليين حطوا المكرونة على الرز والعدس الأصفر، ابتدى المصريين يحسوا إن الطعم مش مستصاغ قوي بالنسبة لهم، ومن هنا بتبدأ رحلة الكشري المصري بتاعنا. لما الإيطاليين حطوا المكرونة على الرز والعدس الأصفر فابتدوا المصريين لما يجربوا يحسوا إن الطعم مش مستصاغ قوي بالنسبة لهم، فقرروا إن هم يستبدلوا العدس الأصفر بالعدس أبو جبة وإن هم يعملوا الصلصة بتاعة المكرونة عادي، وابتدوا إن هم يحبوا يحبشوا الطعم شوية فقرروا يعملوا الدقة وصلصة الشطة اللي بقت من أساسيات الكشري المصري اللي موجود. ولما تم استبدال العدس الأصفر بالعدس أبو الجبة ده لقى قبول جدا عند بعض الدول العربية وابتدوا يعملوا المجدرة. احنا كمصريين احتفظنا بأصل الكشري أو الكشري الأصفر الرز والعدس وعملنا الكشري المصري بتاعنا اللي سحره معدي الحدود.